وانا بقول برضه يا استاذ احمد ان المفروض ان الاماكن اللي زي ديت اقرب نقطتين للفيشه والمجلس المحلي بتاع الفيشه هي عزبه ابو قيط وعزبه ابو حسان. تمام. اللي هم يعني بين قريه الفيشه وبين ايه الاسكان الظباط اللي ده نص كيلو هنا هو وما بينكم وما بين الظباط الجديد ده مفيش بيننا وبين بعض الشارع. ويا ريت لو في. وطبعا المساكن الظباط اللي اتعملت دي في ليها صرف وصل لها. ده الصرف وصل لها من قبل من البنيه الاساسيه بتاعتها اتعملت قبل ما العمارات تتعمل وانتوا ما فيش ربط وما فيش واحنا ما في يعني هم المحولات محدوده المحولات بتاعت الجيش. انتوا اصلا واقعين ما بين المساكن والقريه. يعني قريه نفيشه بنعدلها شارع القريه. قريه نفيشه بنعدلها شارع والمساكن الجيش بيننا وبينها ايه؟ هي في العزبه. مش هقول لك بره العزبه هي في العزبه. يعني نصها في عزبه ابو حسان والنص الثاني في نفيشه. تمام. واحنا عزبتين عزبه محصوره من ابو خيط واحد وابو خيط اثنين وابو حسان. تمام. والمفروض ان انتوا اقرب لكم ان انتوا تبقوا اداريا تبع نفيشه ولا تبع؟ لا المفروض اداريا ان انا ابقى تبع نفيشه. ليه بقى؟ لان كل اقرب حاجه واقرب الكهرباء المجلس المحلي بتاعي كل المواصلات انا لا استفاد باي شيء من ناحيه المنايف خالص بلا استثناء. حتى الشارع العقاري بتاعي في ابو سوير. المنايف دي جهه ثانيه على طريق مصر الصحراوي وانتوا هنا على طريق السويس. احنا فين وفين ده موضوع ثاني. يعني لو واحد عايز فين المواصلات اصلا اللي من هنا تروح ابو سوير عشان تروح مثلا لو عايز تروح مثلا من هنا ابو سوير لازم تنزل المدينه الا اذا كنت وقفت الناحيه الثانيه تحت الكوبري العلوي عشان تلاقي عربيه دبابه واخداك وراح على فين؟ دبابه تشعبط يعني. عشان تروح ابو سوير. لكن ابو سوير كنقطه ليها مواصلات من هنا من عند النفيشه من عند النافوره مفيش الكلام ده. تنزل اسماعيليه الاول وبعدين تنزل على موقف الفردوس تشوف لفه دايره كامله عشان تروح وتركب ابو سوير وتروح ابو سوير عشان تخلص. دي حاجه في الشارع العقاري دي حاجه في الكهرباء بتاعتك. الكهرباء كل المكاتب بتاعتنا كلها فين؟ ابو سوير. ابو سوير البلد. تمام. عشان توصل لهناك لازم تروح بص شارع عقاري كهرباء ميه اي شيء كان يخص اي بنيه تحتيه او اي خدمات تصاريح خدمات. لا مؤاخذه في كلمه بتتكلم على زباله جرار زباله عشان يجي لك جرار زباله يجي لك من ابو سوير. عشان يجي لك لودر يمسح طريق. وده بيجي كل قد ايه؟ كل يوم كل مره كل اسبوع. الجرار بيجي مره كل اسبوع. انتوا كام نسمه هنا؟ يعني كام بيت وكام عيله؟ في العزبتين ابو حسان وابو خيط بس وابو عياده سبب متجملين الصف كله. احنا لو هنتكلم في دول يتعدى حوالي 10,000 واحد بني ادم. غير البيوت. انا بكلمك في الناس اللي هي ونص الناس بره. والجرار بيقضي كل دول؟ ما هو دي المشكله فين بقى؟ لان هو بيجي من ابو سوير. لو انت عديت بقى حسب ده كله هو ايوه فعلا المفروض يجي يوم واحد لان هو عشان على ما يعرف يوصل له. ليه هو القريه اصلا ما فيهاش غيره ولا ايه؟ القريه ما فيهاش الا هي ما فيهاش الا جرارين وما فيش اصلا عربيه. ده فيها عربيه كسح واحده واحنا بنعاني منها بعربيه الكسح هنا النقله ب 50 جنيه. وانا من واحد انا البياره بتاعتي كل اسبوع تضرب لازم 50 جنيه يعني 400 جنيه 200 جنيه في الشهر بنزح والناس اللي تحت دول بينزل لهم العربيه بتاعت الكسر كله تعرف تنزل لهم كله بينزل العربيه الكسر. امال بيصرفوا تحت على لا احنا اللي تحت خالص ساكن على المجرى المائي ده اللي هو خليج المائي ده ما ينفعش ينزل له ما يعرفش ينزل عشان كده بيصرفوا في المائه الحلوه. هيروح فين؟ وانتوا بتسقوا من المائه الحلوه دي الاراضي والزراعه بقى خد عندك بقى والبهايم. ما هو ايه الحل؟ ما هو مفيش حل. لو تيجي تكلم مع الناس هيعملوا ايه؟ ما هو برضه احنا بنتكلم عشان كده. لو جت الحكومه والبيئه والمسطحات ومشيت على الميه دي هتعمل محاضر لكل ده زياره. عملت محاضر كل يوميه وبعد المحاضر مش هيفضل الوضع زي ما هو. ليه؟ لان مفيش حل. لان مفيش حل بديل. بس اديني الحل البديل وانا ايه؟ يعني اديني الحل البديل وانا اعمل كل حاجه زي طريق. برضه الطريق ده لما هم تحت المستوى ده ازاي ترخص لهم ان هم يبنوا؟ لا ما دي ارض مباني. ارض مباني فوق وتحت كده مفيش تسويه مفيش حاجه خالص. يفصل الزراعه هنا في العزم بين الزراعه وبين المباني الخارجي اللي هو المجرى الميه. من هنا مباني تحت زراعه. ما ينفعش كان يعلوا طيب الارض؟ ازاي؟ عشان يعلي حوالي 10 متر. يعلموا ازاي؟ زي ما انت شايف كل واحد برضه ناس غلابه هنا وده غير يبني ازاي؟ يعني يخليه هو ما صدق بنى اصلا. ايه؟ هو ما صدق بنى. بس شفت انت ما صدق يبني بيت زي كده. لو هو عشان يعرف يبني زي كده ده لو هو معاه فلوس هو كان بنى مسلح. ما كانش بنى هنا ولا كان خد هنا ولا كان اشترى هنا. كان اشترى في مكان تاني. كان يخليه يشتري زي كده. وبالنسبه للطريق
تمام. برضه الطريق جت المصريه الاتصالات لما كان ايام الثوره برضه اتسرق كابل الكهرباء بتاع ده برضه سيادتك تليفونات. جابوا شركه مقاول قبل ما يحط المقاول الحفار بتاعه كسر الاسفلت، احنا وقفنا له. اللي انا كسر الاسفلت بتاع العزبه قال لي الشركه المصريه الاتصالات وقالت بالحرف الواحد كده، قالت بعد ما نخلص ونرجع كابل تاني عشان يتسرق هنرجع الاسفلت بتاع الطريق تاني. وشكرا نيموا الناس وركبوا الكابل بتاعهم وسابوا الاسفلت زي ما انت جاي من الطريق كده. سابوه مكسر. الطريق ده اصلا كان المفروض مشوا على جنبه. طب ما هو اساسا المفروض الوحده المحليه اللي بتتابع ده. ما هي لما اتصلنا بالوحده المحليه قال لك طبعا فرق 15 كيلو. شفت انت سيادتك لما تيجي يا استاذ احمد مثلا كل يوم عشان تيجي لي هنا تركب عربيه. طب العربيه دي ما هو انت المشكله ان في كام عزبه؟ اكتر من 13 عزبه ضمها 13 عزبه ومساحه. يعني انت سيادتك دخلت عزبه واحده، يعني لو عديت الشارع الثاني هتعدي ابو حسان تمام، وهتعديت الشارع الثالث هتعدي ابو شهيد وهتعدي ابو دهشان بس. فهتاخد مجال يعني نقول يا رب ربنا بس يكرمنا يدخلوا صرف والميه يخلوا بالنا منها. شكرا. اتعرف على حضرتك؟ عربي امين خير. ايه المشكله عند حضرتك بتقول؟ المشكله حضرتك ان الميه ما بتجيش الا كل عشاء وسلام انا وايه، والكهرباء بتقطع على طول. لو الميه موجوده ومفيش نور مش عارف اشرب خلاص حالي وقف على كده. ده ده اللي بيجيب من الخط من غيره الميه مفيش ميه خلاص. يعني حتى لو بالليل ما تجيش مفيش لا. يعني مثلا لو في ميه والنور قاطع زي كده، النور قطعت الميه مفيش عارف نشرب لا ميه ولا نور. الميه بتعمل ايه؟ بتضطر تحوش ميه بقى. بحوش ميه في ازايز. حضرتك انا عامل سبير هنا، عامل ده سبير 300 لتر للطوارئ. ما هو النور قاطع. نور قاطع. بالك ده سبير 300 لتر وخزان فوق 500 لتر. ده الحمام بتاعي مفيش فيه اي حياه. يعني بص انا حضرتك مخزن قرب لصرف الصحي لغسيل لاي حاجه. وجردارين كذلك. اتفضل هنا الشرب، دي ميه الحمام. مخازن بقى للشرب كام ازازه؟ عشان برضو انا ما اعطش في يوم. بروح املاها بالمكنه على الشارع وارجع تاني. من الفيشه اللي بيني وبينها مفيش نص كيلو. لها طرق حلوه، صرف صحي حلو، ميه حلوه. انا هنا ارض نساها الزمن زي ما بيقولوا. شكرا. عفوا يا فندم. ودي مساكن الضباط الصفرا دي. ودي القمامة المتراكمة. ودي قرية نفيشة. يعني احنا كده المفروض كنا نبقى تبع نفيشة احسن. الأولى القرية دي تبع نفيشة. اتعرف عليك يا حاج؟ انا الحاج سيد ابراهيم. اهلا بيك يا حاج. المنطقه دي اسمها ايه؟ دي 7 بار الشرقيه عزبه ابو دومه. عزبه ايه؟ ابو دومه. ابو دومه 7 بار الشرقيه عزبه ابو دومه. انا سمعت ان في مشاكل كتير بخصوص الميه والصرف. في مشاكل في حدانا طبعا الخليج ده كل البيوت اللي عليه ده كلها مجاري. واحنا لا بنعرف ننزل ولا نعرف نسلك فانوس والميه هنا ما حدناش. صليت على النبي؟ وكل يعني اول منطقه دي على خط القناه. 7 بار الشرقيه دي عزبه ابو دومه. يعني هنا مفيش صرف صحي؟ مفيش صرف صحي. طب وايه مشكله الميه؟ ما الميه ما بتجيش. المحطه عملوا محطه هنا في ابو دهشان وما بتجيش الا بالليل، والمنطقه دي منطقه عاليه والناس في الواطي
اللي عامل ماسوره في الواطي. يعني هي دي مش كانت الاول بيجي لها ميه ولا لا. هو طول عمرها ما بيجي ما لها ميه؟ بيجيش ميه، كله ده مواتير زي ما انت شايف كده. ده ترمبات والترمبات تحت ميه معي. انما طبعا الناس عامله خزانات 4 متر و5 متر و6 متر. النهارده دلوقتي الموتور دي بيسحب منين؟ ما بيسحب بالصرف. يعني بيسحب اكيد من الميه من الميه. ما دلوقتي النهارده اللي عامل خزان 10 متر و7 متر. دلوقتي وانت ده موتور بياخد منين؟ من الصرف. بتتسرب الميه طبعا. طب وبالنسبه للناس دي صرفها على فين؟ دي على الخليج الرئيسي. يعني الخليج ده اللي بترووا منه؟ اللي بنرووا منه خليج ابو دهشان نمره 2. مفيش حد جه هنا فتش ولا عمل لهم محاضره ولا اي حد جه. وانا بقول الكلام ده ومسؤول عنه، اي واحد يجي وامشي معاه اجيبها من هناك لتحت كده. ده بالنسبه للميه والصرف. بالنسبه للميه واحنا بنعاني وللزباله. الميه والزباله. الزباله. انتوا بعيد عن انتوا تبع قريه ايه؟ تبع بر شرقيه. دي تبعد عن الاسماعيليه بقد ايه؟ بتاعت الله وبركاته. تبعد عن الاسماعيليه ب 5 كيلو. 5 كيلو فقط. 5 كيلو. بينكم وبين المقلب اللي بيترمي فيه الزباله قد ايه؟ حوالي 15 كيلو. بينكم وبين رئاسه القريه قد ايه طيب؟ رئاسه القريه هنا حوالي 5 كيلو. لانهي بالظبط؟ لان احنا رئاسه القريه اللي انتوا تابعينها. اللي احنا تابعينها بيننا وبينها 15 كيلو. انتوا تابع انهي قريه بتقول؟ قريه، بص احنا دلوقتي القريه دي تبع بر الشرقيه مقسومه 2. في قريه المنايف، واحنا دلوقتي ان شاء الله في الخطه اللي جايه هتبقى قريه 7 بر الشرقيه لوحدها. قريه المنايف ديت الوحده المحليه بتاعتها في ابو سويق. بيننا وبينها 15 كيلو، عشان لو حد عايز يعمل اي مصلحه لازم يروح 15 كيلو عشان يروح يعمل المصلحه دي. في الخطه اللي جايه ان شاء الله هيقسموا. يعني انتوا مين اللي بيخدمكم دلوقتي؟ مين اللي بيلم الزباله دلوقتي؟ قريه المنايف. قريه المنايف اسمها قريه المنايف. وبتوصل لغايه هنا ولا ما بتوصلش؟ ما بيجيش. بص هو لو الامانه تيجي كل اسبوع مره لويه مره. لكن المعاناه الحقيقيه هنا بقى في العزب كلها من اول ابو دهشان وابو شاهين وابو خيط وابو حسان وابو عياده والجنب لحد ما توصل ده كله. الميه والمجاري يا معلم والاسفلت دلوقتي المجاري بتصرف فين؟ مش في الخليج؟ البيوت دي كلها بتصرف فين؟ لا البيوت دي كلها تصرف في المصارف الزراعيه اللي تحت. تصرف في الخليج. هيودوا فين؟ اللي انتوا الميه اللي بنسقي منها. لا يودوا فين؟ سيبك بقى من كل الكلام ده كله. تمام. الميه حتى الميه بتاعتنا احنا كعزب ده بنعرف ننزل نسلك. لو الميه بتيجي لوحدها، لو الكهرباء قطعت خلي الكهرباء قطعت. الكهرباء قطعت الميه بتقف، الحياه كلها بتقف. لان انتوا ترمبات وترمبات بالكهرباء. انا المفروض عليا كعزب ان المفروض المحطه الرئيسيه بتاعت الميه دي مالهاش دعوه بكهرباء ولا ليها دعوه بمواتير ولا ليها دعوه باي حاجه. انا الكهرباء قطعت، الكهرباء مش بتتكلم عن الميه الاصليه مش اللي انتوا دقين ترمبات ليها. كل الناس هنا عامله ارتوازي عشان الميه اصلا ما بتجيش الا بمواتير. يعني عشان انا اسحب ميه والميه تجي لي لو حنفيه في الدور الاولاني هنا او في اي بيت هنا فتحت حنفيه عاديه ما بتطلعش، لازم يشغل الموتور بتاعه. الموتور بيسحب من ايه؟ من المواسير. يعني اصلا غير ضغط المحطه نفسها اصلا ما بيوصلش ميه ان هي لو فتحت عاديه. يعني انت لو فاتح ميه عاديه ما بتوصلش. تمام. احنا عايزين نفصل بين الكهرباء وبين الميه.